خلصت اكل وشبعت، بس بعد فتره قصيره عايز تاكل تاني. بطنك مليانه بس عمال تدور على اي حاجه تاكلها. المشكله ان اغلب الناس فاكره ان الشبع بيحصل لما تملى معدتك، بس الحقيقه ان احنا عندنا اكتر من نظام للشبع. عندنا نظامين، نظام جسدي ونظام عصبي. والمشكله عندنا ان ممكن النظام العصبي يفضل شغال حتى لو النظام الجسدي قال كفايه. لما بتاكل المعده بيبدا يحصل لها تمدد، وبعد كده بتفرز هرمونات الشبع اللي هم اهمهم السي سي كي والليبتين. ودور هرمونات الشبع ان هي توصل للمخ وتقول له احنا خلاص ما عدناش محتاجين اي اكل تاني. لكن في نفس الوقت في نظام تاني شغال في الدماغ اسمه نظام المكافأة. والدماغ عندنا مش بتهتم بنظام الشبع بس، هي كمان بتهتم بنظام المكافأة. كل مرة بتاكل حاجة طعمها قوي زي السكريات أو الدهون، ده بيعمل على تحفيز إفراز هرمون الدوبامين في الدماغ. والدوبامين هنا بيعمل حاجة خطيرة جدا، إن هو بيخليك تربط الأكل بالمكافأة والسعادة مش بالشبع. يعني ممكن جدا تكون شبعان جسديا بس دماغك لسه عايزة تاكل لأنها عايزة تحس بالسعادة والمكافأة. وده بيبان جدا خصوصا بعد الأكل، تكون لسه واكل وشبعان بس أول ما تشوف حاجة حلوة تحس إن الرغبة رجعت لك تاني. في عندنا 3 عوامل بتزود الرغبة عندنا: الملل، وهنا دماغك بتدور على أي محفز للسعادة، أو التوتر أو عادة أنت متعود انك تاكل بشكل مستمر. طب نكسر او نحل الموضوع ده ازاي؟ عايزك بعد الاكل لمده ربع ساعه ما تاكلش اي حاجه تانية. انا مش عايزك تمنع الاكل، انا عايزك بس تفصل الرغبه عن الجوع. اخطر حاجه في الاكل مش انك تاكل كتير، لكن انك تفقد القدره عن انك تفرق بين الشبع والرغبه. ولما تفهم ده صح، ساعتها هترجع تتحكم في اكلك تاني بشكل طبيعي.